ازاي الافلام بتأثر على حياتنا لدرجة ان هي بتبقى جزء كبير من العالم اللي احنا بنعيش فيه. كلنا السينما مش فاسدون. بس وسيلة ترفيه، دي كلنا بتبقى فاسدون. مراية للمجتمع، او لا ساعات أستسلم بتكون زي أبدا. المدرس اللي بيعلمنا أنا واحنا مش بالصمت واخدين بالنا. العاجز. يعني مثلا فيلم زي الكيت كات مش بس حكاية عن عم حسن اللي عايز يسوق الموتوسيكل وهو كفيف، لا ده كمان بيخلينا نشوف ازاي الانسان يقدر يحلم ويقاوم رغم الظروف الصعبة والبيئة اللي هو فيها. أو مثلا فيلم إسماعيلية رايح جاي اللي بدأ موجة أفلام جديدة خالص في التسعينات وخلانا نحس إن إحنا جزء من التغيير اللي كان بيحصل في مصر وقتها. وفي أفلام تانية كتير زي عسل أسود بيفتح عينينا على قد إحنا مش واخدين بالنا من جمال البلد اللي إحنا عايشين فيها، رغم إن البلد ممكن ظروفها تبقى مش أحسن حاجة أو إحنا مش عايشين مستريحين فيها، ولكن على يا رأي ابني يوسف دايما داوود بقول الحمد لله. إحنا أحسن من ناس كتير. ولا اقولها لك بالامريكاني يمكن تفهم. وفيلم الفيل الأزرق دخلنا في عالم نفسي معقد وخلانا نفكر في حاجات زي الماضي وتأثيره علينا، حتى لو كانت قصته خيالية بس وراها رسائل عميقة جدا. وأوقات تانية كتير فيلم بسيط زي أبو علي أو جعلتني مجرما بيخلينا نضحك بس في نفس الوقت نراجع مفاهيم الصح والغلط والحب والصداقة، وده بيأثر فينا بطريقة خفيفة. يعني باختصار الأفلام مش بس حاجة بنتفرج عليها، دي بتدخل جوانا بتسيب أثر كبير وتعلمنا حاجات كتير جدا من غير ما نقعد في فصل أو مدرسة.